بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التوبيك اللي معانا ال Azure App Service. Azure App Service، ودي من الحاجات الخاصة بالكمبيوت، ودي باس سيرفيس بلاتفورم از سيرفيس. طيب، اتكلمنا شوية عن الاب سيرفيس في الأول بشكل سريع، والنهارده بقى هنبدأ نديب دايف جوه الاب سيرفيس دي. احنا اتكلمنا في الفيرتشوال ماشين ان احنا لما يكون عندنا فيرتشوال ماشين وعايزين نعمل ببلش لويب اب او ويب سايت او ابلكيشن على الفيرتشوال ماشين دي، كنا بنجيب الفيرتشوال ماشين وبننزل الفيديو سيرفر وبنعمل لها ابديت وبننزل الاي اس، وبعد كده نبدا نعمل كونفجريشن للاي اس، وبعد كده نحط الويب سايت بتاعنا، وبعد كده نعمل الببلش دي ونعمل القصه دي اللي هي الايه، الاي اس، الانفراستراكشر از ا سيرفيس. طيب، الاب سيرفيس بقى هنا الموضوع مختلف، هو بيديك الايه، بيديك البلاتفورم. يعني بيديك الايه، بيديك الايه، البلاتفورم. يعني انا بقول له انا عاوز اب سيرفيس، فمن فضلك اديني اجر. تدخل على اجر اب سيرفيس، تبدا تكريت اذر اب سيرفيس وبتديها نيم وليكن مثلا ام زي ويب. دي اسم الاب سيرفيس. ومجرد ما حضرتك بتبدا تعمل كرييتنج للاب سيرفيس، اتس ا ريسورس، فبتتحط جوه ريسورس جروب، فبالتالي جوه ريجن. خلاص احنا حفظنا الكلام ده. بعد كده بيطلب منك نيم. بعد كده بيطلب منك نيم. طب ما هو دلوقتي بيديك نيم للاب سيرفيس، يعني بيديك يو ار ال تروح تكلمه، اللي هو ايه؟ يعني لو مثلا ديت كده، فبيديك يو ار ال اللي هو mzweb.azure websites.net. ده اليو ار ال بتاع الايه؟ بتاع الاب سيرفيس مباشره، ان هو بيكون يونيك وبتقدر تشتغل عليه. ايه ده؟ طب ما انا اقدر اشتغل عليه هندسه وابعته للناس وابعته للعملاء والكلام ده؟ اه ينفع طبعا، بس مش منظر يعني ان انت تبعت له كده دوت اجر ويب سايتس وهو ده الاب سيرفيس بتاعتنا. لا، في حته تانيه هنتكلم عليها النهارده، الكاستم دومين. ان انا اقدر اضيف الدومين بتاعي جوه الاب سيرفيس، يبقى موجود عندي في التننت بتاعتي، وابدا ابلش جواه. طيب، بعد كده بتبدا تختار ايه؟ انا قلت له مثلا انا عايز ويب اب او عايز ويب اب وداتابيز، فبتبدا تختار ايه؟ تبدا تختار الانفايرمنت اللي انت تشتغل عليه. الكود بتاعك جاي ايه؟ يعني انت الكود بتاعك ده انت جاي ايه؟ انت جاي تعمل، انت عايز الانفايرمنت بتاعتك ايه الاول؟ عايزها مثلا دوت نت؟ طب عايزها اس بي دوت نت؟ طب انت عايز جافا؟ طب بايثون؟ طب بي اتش بي؟ تبدا يجيب لك الاختيارات دي، وليكن انا هقول له انا عايز دوت نت. طب دوت نت كام؟ 7، 8، 9؟ طيب اس بي دوت نت انت عايز كام؟ 4، 4.5؟ انت عايز ايه؟ يعني تبدا تحدد له بالظبط المحتوى بتاعك. طيب، فاخترت الكود، فبيبدا يختار بقى مين؟ الاوبريتنج سيستم. الاب سيرفيس دي هي في الاول او في الاخر هي بيديك كده سلايس كده من فيرتشوال ماشين وتبدا تشتغل عليها، وهنشوف الاب سيرفيس بلانز دلوقتي. فبتبدا تديله تقول له انا محتاج مثلا انا عايز الويب سايت بتاعي او الويب اب بتاعي يكون دوت نت ومبني على دوت نت 9 مثلا. تبدا تحط الويب سايت بتاعك. طيب انت عايز الاوبريتنج سيستم ايه؟ ويندوز ولا لينكس؟ ايه ده، هو في دوت نت بيتحط على لينكس؟ يس، مايكروسوفت دلوقتي تقدر تحط ان انت الدوت نت اب بتاعك على لينكس، مش الاي اس بي دوت نت. الاي اس بي دوت نت على ويندوز، لكن الويب اللي هو الدوت نت تقدر يتحط على ويندوز. طيب انا معايا الابلكيشن بتاعي مش حاجه خاصه بالدوت نت، لا انا معايا الابلكيشن بتاعي مثلا وليكن بايثون. فالبايثون بتتبلش على لينكس، فلازم هيجيب لك بس الايه، اللينكس. فانت بتختار الكود بتاعك والران تايم بتاعك والاوبريتنج سيستم اللي انت بترن عليه. فمثلا زي المثال بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه واللي عملناه قبل كده واللي هنعمله تاني النهارده، ان انت بتبدا تعمل ايه؟ نفتح الفيجوال ستوديو وبنعمل ساين ان عليه وبنبدا نبلش بنشتغل. فانا كده بعمل ايه؟ انا بشتغل دوت نت على ويندوز، فلازم اللي انا هبلش عليه يبقى ايه؟ دوت نت على ويندوز. بسيطه. بس هنا الفرق في ايه بقى؟ هو اللي بيكرييت ده كله ليك في الباك اند. مش بعمل بقى كرييت فيرتشوال ماشين وابدا ادخل اعمل الابديت وابدا افتح البورتس وابدا اعمل، لا 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 لا، هو الليله دي كلها بيقوم عندك انت بس، مجرد ان انت بتكنترول الداتا بتاعتك بس. كلام جميل. بعد كده بيبدا يقول لك ايه بقى؟ قول لي يا فندم ايه الاب سيرفيس بلان بتاعتك؟ يعني ايه هي الاب سيرفيس بلان اللي انت تبدا تشتغل عليها؟ ليه؟ عشان في برايس، يعني في برايس بلان هتبدا نشتغل عليها. مايكروسوفت عامله حاجه اسمها الفري بلان اللي احنا كنا بنشتغل عليها في الساند بوكس. فبتعمل الفري بلان. الفري بلان دي بيديك ريسورسز قليله قوي ولمده ساعه بس، يعني لمده ساعه بس، تبدا هي تجرب ان هي تشتغل زي ما احنا بنشتغل الكلام ده كله. لكن كل الادفانسد فيتشرز مش موجوده.
كل الادفانسد فيتشرز مش موجوده، فبتبدا تختار البلان بتاعتك بناء على الريكوايرمنتس اللي انت عايزها. يعني في شويه ادفانسد فيتشرز هنشرحها دلوقتي، زي الكاستم دومين، الاس اس ال، السكيلينج، الاوتو سكيلينج سواء بالرول او مانيوال، القصه بتاعت الديبلويمنت سلوتس، كل ده هنشرحه. فبناء على والباك اب والاوتوماتيك باك اب، بناء على الريكويرمنتس اللي انا عايزها في الاب سيرفيس بتاعتي، فببدا اختار البلان. يعني ببدا اختار البلان. في عندك فري، في عندك شيرد، في ستاندرد، بيزك، ايزوليتد، بريميوم. كل دي بلانز، وكل ما بتعلى مع البلان كل ما الفيتشرز بتكون موجوده، وفي تيبلز هنبص عليه دلوقتي وهنشوفه عشان الموضوع يكون واضح جلي قدامكم ان شاء الله. طيب، عملنا الكلام دوت واخترنا الاب سيرفيس بلان وبدانا نشتغل. خلاص كريتنا الاب سيرفيس وقلنا له ان هي هتبقى دوت نت 9 وكل الكلام ده. انا عايز ابدا اعمل ببلش بقى، انا عايز ابدا استخدم. في طرق كتير ان انت تبلش من خلالها الويب سايت، ان انت تبدا تبش الويب اب بتاعك. اعمل لي بش وابدا اشغله. الاشهر والاسهل ان انا بنزل المايكروسوفت فيجوال ستوديو، وبتبدا تعمل ساين ان هنا في الفيجوال ستوديو بمين؟ بالاجر اكونت بتاعك، بالاجر اكونت. وبتبدا تكريت هنا مثلا الويب اب بتاعك، رازر بلان مثلا او رازر بيجز، الويب اب او الويب سايت بتاعك. وبتبدا بتكريت حاجه اسمها ببلش بروفايل. ايه الببلش بروفايل ده بقى؟ الببلش بروفايل ده يمكن ان انت تكريت اكتر من ببلش بروفايل. الببلش بروفايل ده بيبدا يديك داتا. مش انا عامل ساين ان في الفيجوال ستوديو باليوزر نيم والباسورد بتوع الاجر اللي انا مكريت بيهم الاب سيرفيس؟ يس. فمجرد ما بتدخل بيجيب لك، بتقول له انا عايز اعمل ببلش. عايز تبلش على فين؟ بيجيب لك السبسكريبشن بتاعك ويجيب لك الاب سيرفيس اللي انت عاملها. تبدا تختار الاب سيرفيس وتبدا تكمل بعد كده. يو كان ان انت تكريت اب سيرفيس كامله من خلال الفيجوال ستوديو. يعني تقدر ان انت تكريت الكلام ده برضه من خلال مين؟ من خلال الفيجوال ستوديو، طالما انت عامل ساين ان هنا بالاجر ايه؟ بالاجر اكونت. بعد ما عملت الببلش بروفايل لازم تدوس، بعد ما كريتنا الببلش بروفايل كده لازم تروح تقول له انا هعمل ببلش. ببلش يعني بيعمل ايه؟ بياخد ده يحطه هنا. مجرد ما بيخلص تاخد اليو ار اللي تبدا تشتغل عليه. في بقى طبعا ستوب وفي ريستارت، انت عايز توقف السيرفيس، عايز تعمل ريستارت للسيرفيس. في حاجه اسمها الابلكيشن انسايت، تبدا تطلع لوجات، تبدا تشوف الكلام دوت والليله دي. ده كله في الايه؟ في الاب سيرفيس. طب عايز تعدل حاجه، بتروح تعدل. بعد كده تروح على الببلش بروفايل اللي انت عايز تبلش عليه وتقول له ببلش، تبدا تشتغل. اول مره بس بياخد وقت شويه لان هو بياخد كل السورس كود الفايلز بكل كده، ولو الابلكيشن بتاعك كبير ولا كده بيبدا ياخد وقت على ما بيعمل له ابلود. وبعد كده بياخد الدلتاز، بس بياخد الايه؟ بياخد الفروقات. طيب، عايزين بقى نشوف ايه هي الادفانسد فيتشرز اللي تبقى موجوده في الاب سيرفيس بلانز. يعني ايه هي الادفانسد فيتشرز اللي موجوده في الاب سيرفيس بلانز؟ اولا، الكاستم دومين نيم. كاستم دومين نيم. ايه الكاستم دومين نيم؟ دلوقتي اليو ار ال بتاعي mgweb.azurewebsites.net. طب ما هو انا مش عايز اشتغل كده، انا شاري دومين. يا عم انا عامل دومين ليا، انا شاري دومين وليكن الدومين اللي انا شاريه سواء زهدي دوت ستور او زهدي دوت اونلاين، فعايز اضيفه عندي. يعني عايز اضيف الكاستم دومين هنا، فبقول له ان انا هاد دومين زي بالظبط زي ما احنا عملناها فين؟ في الانتر اي دي بتاد دومين. الدومين اسمه مثلا اسمه زهدي دوت ستور. فهيبدا يديك ايه؟ هيبدا يديك تكست ريكورد تحطه فين؟ في البابليك دي ان اس بتاعك. ليه؟ عشان يفيريفاي ان انت تمتلك الدومين ده. طيب ده لو انا شاري الدومين من بره. اذر بتديك اوبشن ان انت تقدر من جوه الاب سيرفيس تقدر ان انت تشتري دومين. ايه ده؟ يعني مايكروسوفت بتبيع دومينز؟ لا يا فندم، مايكروسوفت عامله ديل مع جودادي ان انت تقدر تشتري من خلال من جوه الايه؟ من جوه الاجر، وتدفع بالكريدت اللي موجود جوه الاجر. يعني مش لازم تروح لجودادي، يبقى كل حاجه موجوده عندك. ان شاء الله لما ناخد في الاجر دي ان اس تقدر ان انت تجيب الدي ان اس زونز تحطها عندك في البابليك دي ان اس زونز عندك في
الاذر، فتقدر ان انت تعمل الكاستم دومين نيم ده. فالكاستم دومين نيم دي مش موجوده في الفري ومش موجوده في الشيرد، موجوده بدايه من الستاندرد او البيزك او الايزوليتد، وتبدا تروح تعمل الكاستم دومين نيم، وهنعرف في انهي موجوده في انهي بلان. فدي فكره الكاستم دومين نيم، ان انا اقدر اضيف دومين عشان لما ببلش مش يتببلش هنا بس، لا يتببلش على الدومين نيم بتاعي، وابدا احط الدومين نيم موجود، والببلشنج يتم على طول على الدومين نيم اللي اتضاف. كمان تقدر تضيف SSL certificate. عشان ايه؟ اكيد عشان HTTPS. يعني انا عايز الدومين بتاعي ما يعملش allow لل HTTP، يبقى على طول HTTPS، فلازم حضرتك تحط ايه؟ SSL certificate. سواء انت بقى هتشتري ال SSL certificate من بره وتبدا تحطها هنا تعمل لها import جوه الاب سيرفيس، او تشتريها من جوه برضه الايه؟ الاب سيرفيس. سواء انت هتشتري نيمز او هتعملها وايلد كارد اللي فيها كل النيمز. دي فكره الايه؟ السيرتيفيكتس. يبقى الكاستم دومين والاس اس ال سيرتيفيكتس برضه دي من الادفانسد فيتشرز. طيب، من ضمن الادفانسد فيتشرز ثانيه السكيلينج. سواء مانيوال سكيل او اوتو سكيل او حاجه اسمها الالاستيك. طيب، مانيوال سكيل يعني انا ايه؟ لسه كنا شارحين الفي ام اس اس فيرتشوال ماشين سكيل سيت. تقدر ان انت تزود مانيوال. طب هنا بيعمل ايه بقى؟ بيعمل سكيل اوت. السكيل اب ده الاب سيرفيس بلان، خلاص احنا عرفناها. سكيل اب دي الاب سيرفيس بلان اللي هي كانت في الفيرتشوال ماشين اللي هي الايه؟ الفيرتشوال ماشين سايز. لكن انا هنا بعمل ايه دلوقتي؟ بعمل سكيل اوت. يعني انا شغال على انستنس واحده، لا اللود بتاعي كتير، والاب سيرفيس بتاعي والويب سايت بطيء والدنيا ميته والدنيا مش عارف ايه، فانا عايز ازود انستنس جديده. يو كان ان انت تاد انستنس مانوال. طب انا عايز اعلى بالبلان عشان يبقى عندي اوتوماتيك، اللي هي ايه بقى؟ بنسميها رول. ان انت هتبدا تضيف رول زي ما اتكلمنا في الفي ام اس اس. لما البروسيسور يعلى ازود، لما الرام مش عارف يزود انستنس، وهكذا. دي فكره الايه؟ الرول. الالاستيك بيعملها بشكل اوتوماتيك. اول لما اللود يزيد هو بيزود، لما الدنيا بتقل هو بيقلل. الايه؟ الفكره بتاعت الايه؟ بتاعت الالاستيك. لكن في الغالب كلنا بنشتغل اما بالمانيوال يا اما بالايه؟ بالرول. الاوتو سكيلنج دي او فكره السكيلنج عموما، طبعا احنا هنا بنتكلم على السكيل اوت. ها، سكيل اوت وسكيل ان. ها، عشان لسه بس ايه؟ تبقى الناس عارفه فكره السكيل اب والسكيل داون. دي ما بتتمش بشكل اوتوماتيك، دي بتتم بشكل مانيوال، زي بالظبط الفيرتشوال ماشين ايه؟ سايز. دي فكره الايه؟ السكيلينج. طيب، حاجه تانيه من الادفانسد فيتشرز، حاجه حلوه قوي، حاجه اسمها الديبلويمنت سلوت، او بنسميها staging سلوتس. طيب، دي ايه بقى ان شاء الله؟ بص يا فندم، دلوقتي احنا لما عملنا الاب سيرفيس دي، صح؟ صح، عملنا اب سيرفيس وادانا كده، عملنا سلوت كده اللي هي الايه؟ ام زي ويب، صح؟ دي ايه؟ دي الاب سيرفيس بتاعتنا، خلاص ديت الايه؟ المين اب سيرفيس. اللي هي مين بقى؟ اللي هي البرودكشن. طيب، الناس بقى بتوع الديف اوبس، الحته دي بيور ديف اوبس يعني، بس يعني الناس بتوع الديف اوبس اللي هو بقى انا بعمل ايه؟ احنا شغالين، وفي ناس التيم بتاع الديفلوبمنت الديف، وفي تيم بتاع التست. طيب، اللي بيحصل لو انا مش عندي الستaging دي، ان التيم بتاع الديفلوبمنت يخلص، فبيقوم باعت الاب اللي خلص او التسليمه اللي خلصت او الابلكيشن اللي خلصوه، يروح للحته بتاعه التستنج. الناس تبدا، بتوع التسترز يعملوا عليه تيست، يتاكدوا ان الكلام ده، يبدا يوديه للناس بتوع البرودكشن عشان يعمل بوش للبرودكشن. طيب، الستيجنج دي بقى بيعمل ايه بقى يا فندم؟ انت ممكن هنا تعمل اكتر من سلوت في الاب سيرفيس. يعني انا هاجي اعمل هنا بقى ايه؟ انا هعمل هنا مثلا يعني ديف تحتيها، واعمل تيست. كل دي اب سيرفيس. حلو. طيب، ايه اللي بيحصل؟ انا هببلش على الديف، فهيقوم عامل لي يو ار ال خاص بين بالديف، يو ار ال خاص بين بالديف. والناس بتوع الديفلوبمنت شغالين وبيجربوا وبيتستوا وبيعملوا ببلش ويبوش. البرودكشن حد جه ناحيته؟ لا، شغال.
تمام تمام. طيب الناس بتوع الديفلوبمنت خلصوا، مش لازم واحد يروح ويقول لهم خدوا اهوت، او حد يعمل ببلش او الكلام ده. بنعمل ايه؟ بنعمل اوتوماتيك، او بنعمل حاجه اسمها سواب. يعني ايه سواب؟ انا بقول اللي موجود في الديفلوبمنت هيروح للتيست، والعكس اللي في التيست بيروح فين؟ في الديفلوبمنت. فخلاص دلوقتي الناس اللي كانت بتعمل ديفلوبمنت هنا راحت فين؟ للتيست. فالناس بتوع التستنج شغالين وجربوا وطبقوا والدنيا تمام وخلاص، وعايزين نببلش، عايزين نعمل بوش. خلاص عايزين نعمل الريليز الجديد ده، عايزين نعمل له بوش، بدل ما ناخده ونكبره ونروح بيه او نحطه في شيرد فولدر والناس تاخده تحطه في مانيوال والكلام ده، لا. بقوم عامل برضه ايه من هنا، بقوم جاي هنا بقى من ده لده، بعمل برضه ايه؟ سواب. فبالتالي البرودكشن هيبقى جواه مين؟ التستنج. البرودكشن هيبقى جواه بقى الايه؟ التستنج. فدي في حاجه اسمها ايه؟ الديبلويمنت سلوتس او الستaging سلوتس. طبعا انا اقدر اعمل كلون من الاساسي عشان الاوبشنز والتفاصيل اللي موجوده. اقدر احط طبعا برضو في اماكن بتحط فيها الكونكشن سترينج عشان الكونكشن مع الداتابيز وهكذا. ففكره الديبلويمنت سلوتس او الستaging سلوتس بتاعتنا دي بتبقى حلوه جدا 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 في الناس في الديفن تيست. الناس بتوع الديفلوبمنت شغالين والناس بتوع التستنج شغالين، الديفلوبمنت شغالين والتستنج شغالين. ببدا اسواب من ده لده واسواب من ده لده لحد ما اوصل للريليز الاكيد والدنيا تمام، تك ابدا اعمل له سواب. ده بالعكس هنشوف فيتشر دلوقتي ان انت تقدر توزع الترافيك. يعني ايه؟ خلي اليوزر يتست معاك وانت شغال، يعني تودي شويه منهم كده 10% مثلا او 5% او 20% يروحوا على التست واحنا شغالين، فتبدا توزع الترافيك بينهم وفي الاخر هم رايحين على اليو ار ال الاساسي. فدي الادفانسد فيتشرز بتاعت الاب سيرفيس. طبعا الكلام تفاصيله كلها المفروض مش في 104 في التراك هناك بتاع الديفلوبمنت والتراك بتاع الديف اوبس، ولكن انا بحب يبقى الدنيا كلها واضحه بالنسبه لك وتقدر تبقى انت شايف الجزئيه بتاعت الاب سيرفيس بشكل كامل. يبقى ادي الاب سيرفيس والكريشن بتاعها، الادفانسد فيتشرز زي الكاستم دومين نيم، الاس اس ال سيرتيفيكت، السكيلينج سواء مانيوال او اوتو اللي هي بنسميها الرول بيزد، او الرول، تحط رول عشان تبدا تعمل السكيلينج بتاعك. واحنا بنتكلم على سكيل اوت ان انا بقدر ازود انستنس، والديبلويمنت سلوتس ان انت من جوه الاب سيرفيس بتاعتك تقدر تعمل اكتر من ديبلويمنت سلوتس. طبعا يو كان ان انت تعمل ابجريد، انت تعلى بالاب سيرفيس بلان بتاعتك، لكن خد بالك لما تيجي تداون جريد، خد بالك لما تيجي تداون جريد هو اساسا هيوقفك لو انت بتعمل داون جريد وانت مستخدم فيتشر مش موجوده هنا. يعني انا مثلا مستخدم الاوتو سكيلينج فين؟ مثلا في البريميوم. طب خلاص انا مش عايز البريميوم وانا عايز اقل، عايز اروح على الستاندرد. بس خلي بالك اول لما هتروح على الستاندرد لازم القصه بتاعت الاوتو سكيلنج دي تبقى ايه؟ مش موجوده، فبالتالي هتشيلها ومش هتبقى موجوده. طب الحته بتاعت الديبلويمنت سلوتس موجوده في بلان تانية غير البلان اللي انت عايز ترجع ليها او تقلل منها. فخلي بالك لما تيجي داون جريد، خلي بالك كويس جدا من الفيتشرز اللي انت شغالها واللي انت شغال عليها. هنبدا دلوقتي بقى نبدا نعمل ايه؟ نبدا نعمل اب سيرفيس ونبدا نعمل بوش للابلكيشن بشكل عادي. بعد كده نبدا نبص نشوف الكاستم دومين دوت بيتعمل ازاي وفي انهي بلان. بعد كده نروح نبص نشوف كمان في السكيلينج والاوتو سكيلينج وازاي نعمل الرول والكلام ده. وفي الاخر بقى نبدا نعمل الديبلويمنت سلوتس، نعمل واحده مثلا اسمها ديفن تيست او ديف تيست مثلا، ونجرب ان احنا نحط ابلكيشن هنا وابلكيشن هنا، وبعد كده نبدا نسواب ما بين الاثنين. ده كده كان بشكل كامل الشرح الخاص بالاجر اب سيرفيس.